الاختيار. كلنا نولد بهالدنيا بدون ما يكون عندنا الخيار بهالشيء. الواحد ما يختار أمه أو أبوه أو أخوه البثر. جيب لي موية. لكن نكبر ونستوعب أن الحياة فيها اختيارات. رغبتي هي اللي تحدد مثلا هل أختار الموز ولا التفاح. تمر السنين، ندرس ونكبر، وفجأة يجي ذاك اليوم اللي نتخرج فيه من ثالث ثانوي، وبسرعة لازم اختار تخصص. الحين بعد ما كان أكبر همي الموز والتفاح، فجأة صار لازم أحدد إلى أي جامعة أروح. أدرس هنا ولا برا؟ أدخل هندسة ولا طب ولا إدارة؟ طيب نسبتي يمكن ما تسمح للطب. بصراحة كشخة لو ينقال عني مهندس، بس شكله معقد. أحس ما عندي رغبة للإدارة. أصلاً ما أدري وش رغبتي. المعاناة اللي قبل شوي كثير اللي مروا فيها. بعضهم اتخذ الخيار في وقت ضيق، بعضهم اتخذ الاختيار تحت ضغوط الأهل والأقارب، بعضهم اتخذ الاختيار عشان وجاهه في المجتمع، وبعضهم اتخذ الاختيار لأنه ببساطة ما يدري وش يختار. السؤال هو كم واحد اختار التخصص اللي ببساطة هو فعلا يحبه ويناسبه؟ حسب استطلاعات الانترنت تقريبا نصف الطلاب في السعودية دخلوا تخصصات مختلفة عن رغبتهم الشخصية. نصف هالنصف يكرهون التخصصات اللي هم فيها. عزيزي الطالب، لما تفكر انك تختار تخصص دائما حط في بالك شيء وشيل من بالك شيء. الشيء اللي لازم تحطه في بالك هو سعادتك، والشيء اللي لازم تشيله من بالك هو نظرة المجتمع لهذا التخصص. جميل انك تستشير اللي حولك واصحاب الخبرة، لكن بالاول والاخير القرار المفروض يكون لك انت. هذه حياتك. خلوني اعطيكم قصة واقعية عن هالموضوع، عن السعادة والمجتمع. انا اعرف شخصين، واحد منهم دخل الكلية التقنية والثاني دخل جامعة البترول. الاول درس 2 وتخرج بدبلوم ميكانيكا سيارات، والثاني درس 5 سنوات وتخرج ببكالوريوس هندسة كهربائية. الأول كان يقول لي أنا يكفيني أدرس 2 وأتخرج بدبلوم وأتوظف براتب 4000 ريال وأتزوج بنت عمي وأعيش معها مع أمي وأبوي بالمزرعة وأعيش أبسط حياة بدخل بسيط. والثاني كان يقول لي أنا راح أكمل ماجستير وراح أسافر برا وأدرس وأشتغل بشركات عالمية، ولما أتوظف راح أشتغل لما يصير عندي خبرة كافية إني أفتح لي شركات ويصير دخلي الشهري على الأقل 100,000. يعني من الآخر لو شفت فراري بالمعرض الله يرجك، بكتب شيك وبرجع عليه البيت. هل هذا يعني أن الثاني طماع وأكبر همه الدنيا؟ أو أن الأول مسكين وعلى باب الله ومش عارف يعيش؟ لا، لكل إنسان سعادته. أوكي طيب، أنا حطيت في بالي سعادتي وشلت من بالي المجتمع، بعدين كيف اختار تخصصي؟ بشكل مختصر هذه 3 نصايح و3 خرافات لازم ننشرها بيننا ونغير فيها الثقافة الخاطئة عندنا حول تحديد التخصص. إذا كنت طالب ثانوي ركز فيها كويس. النصيحة الأولى، اعرف نفسك. كثير منا يعتقد أنه يعرف نفسه، لكن بمجرد ما تسأله وش قيمك، وش أهدافك بعد 10 سنوات، وش الأشياء اللي تحبها، وش الأشياء اللي تحقق لك السعادة، تلقاه يتلعثم وما يلقى إجابة سريعة. لازم نعرف أنفسنا بدقة. هذه مسؤولية صعبة، ما حد راح يعلمك من هو أنت وش الأشياء اللي تناسبك. عشان تحدد تخصصك لازم تعرف ميولك وقدراتك. التخصص المثالي هو اللي يحقق لك الشيئين مع بعض. النصيحة الثانية، اعرف فرصك. هذه المرحلة هي اللي تصيغ طموحك بشكل واقعي. الموضوع يتطلب بحث في الجامعات اللي ممكن توصل لها، النسب المطلوبة، التخصصات المتاحة. النصيحة الثالثة، اعرف التخصصات. لازم تقرأ كل تخصص باهتمام مساوي للتخصص الثاني. جرد نفسك من كلام الناس وحتى من تخميناتك المسبقة. اقرأ عنه كأنك تقرأ لأول مرة، واطلع على جدول المواد اللي فيه وحتى طبيعة كل مادة. حتى ما يمنع أنك تزور الجامعة وتسأل مختصين عن هذا التخصص. وفي نفس الوقت في 3 خرافات لازم نتخلص منها. الخرافة الأولى، والله هذا التخصص صعب وهذا تخصص سهل. هذا الكلام اللي يضيع الآلاف من الطلاب. صدقني، التخصص الصعب هو اللي ما يناسبك. التخصص السهل هو المجال اللي تحبه. ما في شيء اسمه صعب. إذا دخلت التخصص اللي تحبه راح يكون سهل بالنسبة لك. الخرافة الثانية، بعض التخصصات أقوى وأفضل من غيرها. أكبر جريمة نسويها في الطالب هي محاولة إقناعه أن التخصص اللي يبيه ما له مستقبل، وأن التخصص الفلاني قوي ويضمن لك حياة كريمة. صدقني، الوجاهة ما راح تنفعك إذا صرت بائس في تخصص اخترته عشان ترضي طموح أهلك أو عشان البرستيج. وإذا دخلت تخصص تحبه فعلا تقدر تصنع 1000 فرصة لنفسك. الخرافة الثالثة، التخصص يحدد باقي حياتك. انتبه من هذه الخرافة. في ناس تحسسك أن التخصص سجن وطريق بدون رجعة.
أبداً، التخصص هو تجربة استكشاف وتوسع في مجال من مجالات الحياة. ممكن تشتغل في مجال مختلف إذا تخرجت. أنت تدري أنه كثير من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين ماسكين مناصب مختلفة عن تخصصاتهم؟ إريك شميت المدير التنفيذي لجوجل من 2001 إلى 2011، تتوقع متخصص في مجال الكمبيوتر؟ لا، هندسة كهربائية. الشنب هذا اللي ما عرفنا ننطق اسمه، المدير التنفيذي الكانون من 95 حتى الآن، حتى ما تخرج من إدارة أعمال، دارس قانون. طيب ستيف جوبز المدير التنفيذي لآبل ما كمل حتى تعليمه الجامعي أساساً. يعني بالنهاية التعليم الجامعي المفروض ننظر له على أنه فرصة للاكتشاف وتنمية المهارات، بدل ما احنا قاعدين نشوفه مسار يحدد حياتنا. والحين شو بدك تاكل؟ تفاح ولا موز؟